السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. فيديو النهارده كده نعمل احلى تحلية وسريعة كده مع بعض. طبعا احنا في موسم البطاطا، مش لازم نعديها، لازم نعمل كده حاجات جميلة كده وتركاته الجميلة دي. يا طبعا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول ونشوف حاجتنا الجميلة دي هتتعمل ازاي. بس عايزة اوريكم بقى شكلها وطعمها وحلاوتها كده. بصوا يا لسه يعني جميلة جدا. عايزين بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونروح نشوف مكوناتنا بقى ايه. معانا هنا كده الكميات، طبعا زي ما احنا متفقين ان هي على حسب افراد عيلتك او كده، على حسب الكمية. معانا كده هنا بطاطا، طبعا مغسولة كده، كنت نقعها وغسلها حلو كده. بعد كده ناخدها نقشرها. بس عايزاكم بقى قبل ما نبدأ الفيديو كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط اشتراك جميل كده، ونفعل زر الجرس ونضغط على كلمة الكل عشان يوصلك كل يوم إشعار جديد بالفيديو اللي بنزله. وعايزة لايك جميل حلو كده من ايديكم الجميلة دي. هنا نقشر البطاطا كده. هنا قشرنا الكمية بتاعة البطاطا اهي. دي حوالي تقريبا 2 كيلو، بس طبعا الكمية زي ما انت عايز. وطبعا رحت غسلتها تاني. هناخدها بقى نقطعها كده تقطيعة ما تكونش كبيرة قوي ما تكونش صغيرة قوي. برضك لا، احنا نسويها نهرها خالص، فتكون يعني صغيرة كده. نفس التقطيعة دي كده. هقطع الكمية بقى وارجع لكم. هنا بقى الكمية بعد ما قطعتها تاني اروح اغسلها كده غسلة حلوة كده. معانا بقى هنا حلة. هناخد بقى البطاطا اللي احنا غسلناها دي. دوقي بقى البطاطا لما لقيتها معاكي دلع شوية مش مسكرة قوي، هنحط بقى عليها سكر كده. يعني حسب بقى السكريات بتاعتها اللي فيها، حسب ما انت تدوقيها. انا هنا حطيت حوالي معلقتين او معلقتين ونص سكر. طبعا هنحط كده فنجان ميه صغنون كده، عشان بس ايه تستوي ما تتحرقش معانا ولا حاجه. احنا هنا السوا هنسواها قوي قوي يعني. هنا بعد ما كنت رفعتها البوتاجاز وسويتها قوي، طبعا المقطع ده ما جاش معانا، فهنا سويناها قوي كده. نهرسها بقى كده. احنا عايزينها بيوري خالص، ما تكونش فيها اي قطعه. هنا بقى هننزل بمعلقتين زبده او معلقتين سمنه بلدي اللي متوفر عندك. وطبعا هنا الزبده هتدوب كده بالسخونه بتاعه البطاطا. نهرسها بقى فيها قوي كده. هنا بعد ما هرستها خالص اهو، هنحط كده نص كوبايه لبن. نقلبها كده بالمضرب. طبعا هنا كمان هنضيف باكت فانيليا كده، يعزز من طعمها كده وبيديها نكهه حلوه. نركنها بقى على جنب كده. نجيب بقى الصينيه البايركس بتاعتنا او الحاجات يعني، ألمونيا، بايركس، طواجن، اي حاجه اللي متوفر عندك. هندهنها دهنه سمنه حلوه.
هننزل بقى بالبطاطا كده كمية على حسب الصينية كده، نعمل لها رقة حلوة كده، والباقي نفضيه بقى في طواجن او اي حاجة بتخش الفرن يعني. هنسواه بقى خالص كده بالسباتولا. بين الطبقات بقى احنا لسه هنعمل الطبقة التانية، لو انتي عايزة بقى تحطي هنا مكسرات حطي، بس انا ما حطيتش. نركنها بقى ونروح نشوف الطبقة التانية هنعمل ايه. معانا بقى هنا كيلو حليب، نحط عليه 4 معالق سكر، وهنضيف كمان عليهم 4 معالق كاستر، اللي هي بودرة الكاستر الجاهزة دي. اللي هو ده. بعد كده معانا 2 باكت فانيليا، معانا كيس كريم شانتيه، لو عندك كريمة خفق حطي، عندك قشطة حطي، انا حطيت هنا كريمة كريم شانتيه. هنقلبه بقى كله مع بعضه كده، ناخده بقى نرفعه على النار لحد ما يغلي كده ويتقل معانا، وارجع لكم بقى تاني. هنا بصوا بعد ما تقل خالص اهو استوى على النار يعني. قلبه بقى خالص كده. نجيب بقى البايركس اللي احنا حاطين في البطاطا، واحنا قلنا حطيناها في بايركس عشان بيبين الطبقات بتاعتها كده بتبقى جميله. هناخد بقى كميه كاسترد دي ونحطها كده نفردها. هنا بنكون مولعين الفرن يسخن على ما نخلص دي، عشان ندخلها كده على فرن مسخن طازج. هنكمل برضك الطواجن الصغيره اللي احنا عاملينها كده. هنهزها بقى شويه كده لحد ما تستوي، هناخدها بقى ندخلها على الفرن وهو سخن. هنولع لها الفرن عادي من تحت، وبعد كده تاخد بس 5 دقايق من تحت كده، ونولع لها بقى شويه لحد ما تاخد لون جميل كده ونطلع. شوفوا ما شاء الله لونها جميل قوي. ما عملناش اي حاجه في الوش من فوق، ولا دهنا ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده، دي هي لسه سخنه. هنسيبها بقى تبرد خالص، ممكن ندخلها التلاجة كده ساعتين، وبعد كده بقى نطلعها تاني، هي لسه سخنه فمش جامده معانا يعني. لسه الكاسترد بتاعها سايح، اما تخش التلاجة بتجمد، بتبقى حلوة اوي متماسكة كده مع بعضها. حلوة اوي مغذية، عايزاكم تجربوها وتقولوا ايه رأيكم فيها. وطبعا يعني احنا في موسم بطاطا مش غالية اوي ولا اي حاجة. هنا بقى هوريها لكم اهي جميلة اوي.
كمان لما تدخلها التلاجة او يعني تاخد بقى وقتها في التلاجة كده تكون جامدة وحلوة، او تطلع طبقات. شوفوا هي طالعة هنا جميلة قوي، طعمها حلو برضك ولذيذ قوي. فعايزاكم تجربوها وتقولوا ايه رأيكم فيها، وعايزة اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، وكنتم معهم ياسمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.